الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة لمين؟ حلقتنا النهاردة موجهة لبعض النساء اللي دايما متعصبين، دايما متنكدين، دايما في حالة من الغضب والزعل ومخليين جو البيت على طول متعصب وفيه شد. طبعا الجميع يعلم ان مفيش بيت يخلو من المشاكل أكيد، وعارفين ان الست بتتحمل مسؤولية في بعض الاوقات بتكون كبيرة، خصوصا ان الراجل بيكون في شغله معظم الوقت وهي المتحملة المسؤولية. ولكن بعض النساء والزوجات بيقعوا في خطأ ان هي بتستقبله اول ما بيدخل من بره كده بزعيق: اولادك عملوا سووا، في مشاكل، ده سقط، ده عمل خناقه مع ابن الجيران، البيت ما فيهوش اكل، انا محتاجه فلوس. وكل حاجه مرت في اليوم سلبيه بتستقبله بيها من على الباب. هو داخل من على الباب كده لحد ما يوصل ويبدل ملابسه، وهي بتفضل معاه لحد ما بيبقى خلاص بقى هو اصلا جاي من بره معبأ، الله اعلم هو شاف ايه في الشغل. فبالتالي وانتي معذوره، علشان بس الناس ما تقولش اطق اموت، لا، بعد الشر عليكي، ده انتي ست الكل والبيت ما يبقاش بيت من غيرك. ولكن في مشكلة كبيرة بنقع فيها، ان احنا مش بنحسن اختيار الوقت المناسب علشان نتكلم فيه مع ازواجنا في المشاكل اللي موجودة. محدش قال ان انتي تفضلي كاتمة في نفسك وما تتكلميش، لا بالعكس، انتي لازم تشاركيه في كل حاجة بيتكلم فيها. طيب، النصيحة الأولى أذكر نفسي وإياكم طبعا في أمر الغضب. الرجل لما ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أوصيني، فقال له إيه؟ لا تغضب لا تغضب لا تغضب 3 مرات. وفي حالة الغضب لما تكوني غضبانة جدا جدا والولاد مطلعين عينك والمسؤولية تعباكي وهو مشغول، تذكري قول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اجزمي غيظك. طيب، حاجة تانية، قوليلي حاجة عملية أقدر أعملها. الغضب ده من الشيطان، والشيطان من النار، والنار بيطفئها الوضوء. روحي اتوضي وصلي ركعتين، تحاولي ان انت تهدي من غضبك ومن زعلك. كلنا مقدرين ان احنا بنعدي بمواقف بتبقى صعبة، سواء كانت أسرية أو تربوية مع الأولاد أو مادية، لأن الظروف طبعا على الجميع صعبة. غيري الوضع اللي انت فيه. ان كنتي قاعده مثلا قومي، او ان كنتي واقفه ممكن تقعدي او تتمشي او تعملي اي حاجه، المهم انك تغيري وضعك. نقطه بعد كده مهمه جدا: انت ما ينفعش تفضلي شايله في نفسك والغضب الشديد ده بيتحكم فيكي وانت مش قادره تتخلصي منه. لازم تقعدي تتكلمي مع زوجك وتقولي له على المسؤوليات، على اللي مزعلك، على الحمل الشديد والكبير اللي انت متحملاه، وهو ممكن يكون بدون قصد مش متحمل معاكي. والبعض احنا عارفين ان في بعض ربنا يهديهم بيكون عن قصد ومكبر دماغه. لكن النقطة المهمة جدا اللي لازم تاخدي بالك منها، انك تختاري الوقت المناسب ليكي وله في الكلام في المشاكل دي. انت ما تكونيش في قمة غضبك، تكوني مصليه ركعتين او اعصابك هاديه شويه، وهو ما يكونش لسه راجع من الشغل، فبالتالي هو جاي حران او بردان والدنيا مطره او في اي حاجه، فانت تستقبليه بده. تختاروا وقت مناسب، قعده مناسبه، تتكلمي معاه وتقولي له على اللي مزعلك. والحقيقه نصيحه لكتير من الزوجات وبكل وضوح وصراحة، دايما يقولوا الراجل ما بيحبش الست النكدية، الراجل بيحب الست الفرفوشة، الست الفرفوشة اللي بتخلي البيت جو جميل وحلو وفيه بهجة وفرح. هي بتبقى بتمر بمشاكل وكده، ولكن بشكل عام لا، هي فرفوشة ومفرفشة البيت. فانت خليكي كده تبسمك في وجه اخيك صدقة، فما بالك بقى ان انت تتبسمي في وجه زوجك اللي هو المفروض هو باب لدخولنا الجنة ان شاء الله. لكن الوش العبوس على طول في البيت، المكشر المنكد، الحاجات دي لا. الزوج بعد كده يقول لك لا يا سيدي، ده هي طول النهار منكده، فخليني قاعد بره البيت على طول لحد ما اروح الاقيها نامت مثلا، او تحصل مشاكل اخرى انتوا عارفينها. فخلي دايما وشك كده مبتسم. الرسول صلى الله عليه وسلم اصلا كان معروف عنه انه وشه مبتسم، وكان دايما يحب يقابل اصحابه بوجه طلق. فانت خدي منه صلى الله عليه وسلم السنه الجميله دي، وادعي ربنا وصلي ركعتين دايما قضاء حاجه، ان ربنا يفرج همك ويفرج كربك، واي مشكله انت بتقابليها عليكي بالدعاء ثم الدعاء، وان شاء الله ربنا هيحل لك كل المشاكل اللي بتمر بيها دي. بس انت صلي على النبي كده وتبسمي، وخلي البيت جو حلو، وابعدي عن النكد.
اشوفكم في حلقة جديدة. سلام عليكم.